وحشتوني. راجعه لكم بعد غياب ب3 افكار لانش بوكس للاطفال والكبار، هتحضريها في دقايق. يلا بينا نشوف. الفكره الاولى معايا، كان عندي عيش تورتيلا وحشيته باي نوع جبنه كريمي انتوا تحبوها، وحطيت شرايح خس وفلفل الوان مقطعاه بالشكل ده، وشويته في الفرن بنقطه زيت وممكن في الاير فاير. هلف رول بالطريقه دي، وبعدين هقطعه نصين بالشكل ده. شوفوا شكله حلو ازاي عشان يبقى سهل الاكل. ولفيته في ورق زبدة مطبوع عادي، ممكن ورق فويل او ستريتش راب او ورق زبدة ابيض عادي. اما الخيار التاني جبت توست اسود كامل الحبة، حطيت طبقة قشطة وشرايح كيوي، ممكن اي فاكهة تحبوها. وجبت كمان توستية، حطيت معلقة ممسوحة من العسل. ولو حابينها تبقى صحية اكتر بلاش عسل. ممكن الاطفال نحط لها عسل، الكبار لو عايزينها صحية بلاش عسل. بالشكل ده طعمها حلو ولذيذ وخفيفة قوي. كمان الولاد لما اكلوها يعني ما قلتلهمش ان هي قشطة، اكلوها. لما عرفوا بعدها ان هي قشطة يعني اتجزوا كده، فيفضل ما تقولوش. اما السنيك جبت موزه وحطيتها في الستريتش راب عشان احافظ على شكلها، وشرايح من الخيار والزيتون. ودي كان بطاطس باقيه عندي من الغدا محشيه موتزاريلا وبيض وقسماط في الفرن. فعادي جدا لو بيت عندنا اي حاجه من الغدا ممكن نحطها عادي في اللانش بوكس، مش هتقول لا. اما البوكس التاني جبت توست اسود كامل الحبة، حطيت صوص من البيتزا او صوص كاتشب، طبقة موتزاريلا، وكمان بحط فلفل الوان او اخضر عادي، وزيتون وموتزاريلا تاني، وبدخلها على فرن على درجة حرارة 240 من 8 ل 10 دقايق لحد ما تاخد لون. الفكرة الخيار التاني جبت توست وقسمته نصين بالشكل ده، وحطيت نوتيلا في النص، وبعدين حطيت شرايح من الموز رقيقة ولفيته بالشكل ده. شكل الكريب الولاد هتفرح بيه جدا. وحطيت كده نوتيلا عشان تثبت الكريب معايا. وبعدين هلفه في ورق زبدة مطبوع يدي شكل عشان كمان يبقى متماسك، فشكله حلو ولطيف. طبعا معرفتش اظبطه قدام الكاميرا، ظبطته بعيد عن الكاميرا تاني. ده التوست والكريب حلوين قوي، ينفعوا كبار وصغيرين. اما السناك عندي خيار وفلفل الوان احمر واصفر، وكمان مكعبات من المانجا وزبادي. بوكس كامل متكامل، طعمه حلو خفيف مناسب للكبار والصغيرين. اما البوكس التالت والاخير طبعا هتقولوا لي ده مش صحي، انا معاكم، بس مفيش مانع من وقت لاخر نفرح ولادنا مره بحاجه زي كده. ده صوص مايونيز وكاتشب، حطيت معاه خس وكمان شيدر، ممكن نحط جبنه رومي عادي، وتركي مدخن او رومي، ممكن نحط لانشون، وكمان حطيت شيدر وخس. الساندوتش ده حلو قوي والاقرب لقلبي. كمان بقى الخيار التاني جبت جبنة قريش على جبنة اسطنبولي، وحطيت زعتر، وكمان زيتون متقطع شرايح بالشكل ده، وكمان نقطتين كده زيت زيتون. يفضل ما نكترش الزيت عشان ما يسيلش في العيش. وهنا الوصفة دي بقى استخدمت عيش بلدي، يعني عيش بلدي صحي. وكمان فكرة ان احنا نقدمه ازاي، حطيت الحشوة بالشكل ده ولفيت رول برضو، وبعدين هقسمه برضو عشان يبقى سهل الاكل. ولو انتوا معايا لحد هنا في الفيديو، يلا بقى انزلوا حالا اعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو، وشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا. هنا ما تضحكوش عليا، عشان جيت احط الساندوتش في البوكس، فللاسف ما قفلش عشان الزيتونه. كنت حابه الزيتونه في الساندوتش، بس للاسف ما قفلش. حطيت السناك هنا بقى مختلف، العنب حبيت ارصه بالشكل ده للاطفال، فحطيته كده رصيته في الخله، شكله حلو ولطيف ولذيذ، هيفرح الاطفال جدا. وحطيت خيار وفلفل الوان ولوز، ممكن لو مش متاح ممكن نحط حمص او سوداني، مش هيقول لا. وكمان حطيت مقرمشات صحيه مش مقليه. بوكس لطيف ولذيذ. ولو للكبار نحط العنب عادي في علبه او حاجه. دي كانت ال3 افكار معانا.
حاولت إلى حدٍ ما إن أنا أخلّي البوكسات صحية، طبعًا هتقولي لي كلّها مش صحية، أنا معاكم، بس على الأقل السناك كلّه صحّي، فما فيش مانع من وقت للآخر نفرّح ولادنا ونشجّعهم ونحمّسهم، ويا ريت نعوّدهم على العيش البلدي والتوست الأسود الكامل الحبّة والتورتيلا لإن هم صحّيين جدًا، ونبعد عن الفينو. كل الأفكار أحلى من بعض، ال3 بوكسات أحلى من بعض، كل ساندوتش أحلى من التاني، حقيقي نِفْسي تجرّبوهم وتقولوا لي إيه أكتر بوكس عجبكم. أشوفكم على خير مع فيديو جديد من مطبخ نرمين.